وندخل في بيرسي تاو اللي طول الماتش عمال يعمل وشه كده، بيعمل وشه مش عارف ازاي. المهم ان هو طول الماتش عمال يكشر تقريبا، لكن المردود الفني بتاعه صفر. ابتدى الاهلي الشوط الاول جون على طول في الدقيقه 1 لمحمد شريف، وبعد الجول ما جاي ابتدت لعيبه الاهلي تستعرض والحركات تشتغل بعد ما عرفوا ان الفريق ضد المستوى خالص. وكمل الاهلي الشوط الاول كله على لعبه واحده، وهو انه يفرغ الجبهه الشمال ويلعب عليها بكره طوليه، وطاهر بصراحه كان مميز جدا النهارده. وفي الدقيقه 40 من نفس الجبهه يقدر القندوسي ان هو يحط جون بعد عرضيه دواء من علي معلول، ويخلص الاهلي الشوط الاول 2-0. ادخل في الشوط الثاني، وبصراحه كنت مستني كولر يدي دش ساعه للعيبه على الدفع والاستهتار اللي هم كانوا فيه، بس كملنا الشوط الثاني كله على نفس الوتيره، لدرجه ان جمهور الاهلي نام تقريبا في الشوط الثاني. لكن في الدقيقه 92 ناخد مكافاه ان احنا صبرنا وقعدنا نتفرج على الكلام ده باحلى جون في الماتش بعد كوره جماعيه من القندوسي وعلي معلول. وندخل في الحالات الكوره دي، حمدي فتحي كان عنده اوبشنين انه يلعبها لشادي حسين على القريبه، او طاهر محمد طاهر اللي على البعيده لوحده تماما، لكن حمدي فتحي اختار حل ملوش علاقه بكره القدم اساسا. الكوره دي بقى انا ما كنتش لاقي وصف للي بيرسي تاو عمله، عشان كان في لعيب بيقول له ابوس رجلك العبها لي والجون فاضي، لكن بيرسي تاو طبعا اختار الحل اللي ملوش علاقه برضه بكره القدم. وندخل في التقييمات بتاعه. ابتدي بطاهر محمد طاهر اللي كان نجم الماتش بالنسبه لي، وحابب اقول له ربنا يهديك وتكمل على كده، مش ماتش تقييم مستوى ابدا بس هي فرصه تبني عليه. القندوسي اللي انا شايف ان هو هيفضل يتظلم طول ما هو بيلعب صانع العاب. القندوسي مركزه في نص الملعب مش صانع العاب، فانت كده تقريبا بتقتله او بتطلب منه حاجات مش بتاعته. هنفضل مفتقدين لصانع الالعاب، ومش هنحس بقيمه القندوسي غير لما نشوفه في نص الملعب في مركز 8. اليو ديانج اللي مش عارفين ماله مستواه بقى عامل كده ليه، الكوره بقت في رجله بتتكعبل اكتر ما كانت بتتكعبل، مش عارف ياخد خطوتين على بعض، بيقع لوحده تقريبا، علامات استفهام كتير على اليو ديانج. وندخل في بيرسي تاو اللي طول الماتش عمال يعمل وشه كده، بيعمل وشه مش عارف ازاي. المهم ان هو طول الماتش عمال يكشر تقريبا، لكن المردود الفني بتاعه صفر. فمش عارف احنا جايبين محترف اجنبي ليه والمردود بتاعه اقل من اللعيبه اللي في مصر اساسا. شادي حسين اللي كان مكسر الدنيا في سنوات في الوطن، بس مش عارف اللعيبه بتيجي عندنا وتبقى طيبه قوي كده ليه. اتمنى شادي حسين يمسك في الفرصه اكتر شويه ويحاول يبين ان هو عايز يلعب. وعايز اتكلم في كام نقطه، ان الماتش ده مش ماتش تقييمات خالص سواء سلبي او ايجابي لاي لعيب، يعني اي لعيب ظهر بشكل كويس ده مش حكم عام ان اللعيب ده كويس، واي لعيب ما عدا بيرسي تاو ظهر بشكل وحش فده مش معناه ان هو وحش. الحاجه التانية ان بعد المستوى اللي شفنا بيه فريق القطن الكاميروني، انت مطالب ان انت تفوز بنسبه 100% في الكاميرون، مفيش مجال ان انت تتعادل، وطبعا خساره معناها ان انت بتوضع. وفي الاخر بعد الفرق ما بقى نقطتين ما بين الاهلي والهلال، شايف فرص الاهلي لسه متأزمه ولا فرصه صعوده بقت سهله؟ لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.